من المخجل رقميا انك تطلع تقول ان الزمالك التحكيم المصري بيدعمه. انا يا ابني طب انا معايا 14 دوري، انت معاك في عين العدو 45 دوري، مين اللي بيتجامل اكتر؟ يعني لما تكون جاهل طبيعي ما تبقاش عارف الفرق ما بين اخطاء تحكيميه غير متعمده وما بين اخطاء تحكيميه متعمده ولعب في النتائج لصالح نادي الزمالك. واللي قدام حضراتكم ده تقرير 12 سنه 2001 في مجله الاهرام، بيتم الاثبات فيه ان الزمالك دفع رشوه قيمتها 10000 جنيه لحكم مباراه صفقة الزمالك. في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقف 18، يقول لك ايه اقف 18، يقول لك ايه اقف 18، يقف يقول لك ايه خش 18 ابن نفسك. يعني غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بنفسك هياخد دوري، ده شعور لعيبه ممكن، مش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، مش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، مش هتلاقي نفسك بتموت نفسك عشان هو اللي ياخد الدوري، عشان هو اللي ياخد الدوري، عشان هو اللي ياخد الدوري. احنا لو كسبنا الماتش المصري ده واتغلبنا الاهلي هناخد الدوري برضه. جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص، ما حدش يتعور، ما حدش يدخل جامد، حلوين مع بعض يعني بس. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده مبسوط، ببقى من جوايا كده مبسوط، ببقى من جوايا كده مبسوط. انت زملكاوي ولا ايه؟ والله ولما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه، يكون بس محتاج دوري ولا حاجه، يكون بس محتاج دوري ولا حاجه، مش مشاكل. حصل معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهوا تقول الكلام ده. لا قاعد ما بركزش كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين، فطلع عليه ان هو حطها في الزاويه كنت معاه، حضنته على المجال، حضنته على المجال، حضنته على المجال. في السيمي فاينال كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف وتوفيق ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش. الحكام جابوا لي سنتين، الحكام جابوا لي سنتين. اعلنوا فن عشان الناس زي الانفتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات يعني مش نافع، احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حقنا، احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم. لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها لكن احنا بنكون مش مظلومين. في حاجه ان الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه.